يا صباح الفل. تخيل معايا كده انك صحيت بكره الصبح ولقيت ان كل الناس اختفت. ما بقاش فيه ولا سوشيال ميديا ولا لايكات ولا ترندات ولا حد يقولك تعمل ايه وما تعملش ايه. تفتكر هتفضل عايز نفس الحياة اللي انت بتجري وراها دلوقتي، ولا دلوقتي لأول مرة هتكتشف انك كنت عايش حلم مش حلمك اصلا؟ من فترة كده دخل عندي شاب تقريبا كده في أواخر العشرينات. أول ما قعد قدامي كان شكله ناجح جدا بالمعايير اللي الناس كلها بتحبها. لبس شيك، شغل شيك، عربية محترمة، كلامه كله ثقة. لكن الغريب إن أول ما قال الجملة، أول حاجة قالها لي: أنا تعبت من الجري. استغربت قوي، لأن شكله ما كانش بيقول كده خالص. قلت له: بتجري ورا إيه؟ قال لي: معرفش. فضلنا نتكلم شوية كده وحكى لي إنه وهو صغير كان كل خطوة بيعملها في حياته بياخدها لأنه شاف حد قبله عملها. دخل كلية لأن مجموعها كبير ولأن الناس قالت عليها كلية قمة، وبعدها اشتغل في مكان الناس كلها كانت بتحلم بيه. لما شاف ناس بتعمل بيزنس قال لازم أعمل بيزنس. لما لقى الناس كلها بقت تعمل محتوى على السوشيال ميديا قال يمكن هو ده اللي كان ناقصنا. لما شاف حد اشتهر في مجال معين دخل يجري وراه. لما شاف حد سابقه في طريق ساب الطريق اللي هو ماشي فيه وطلع يجري ورا طريق الراجل التاني. قلت له: طيب وانت نفسك كنت عايز ايه؟ بص لي كده وسكت. سألته: طيب قبل ما تسمع رأي الناس دي كلها كنت بتحلم بإيه؟ سكت أكتر. قال لي بقى إيه؟ يمكن أول مرة حد يسألني السؤال ده. وقتها حسيت إن المشكلة عمرها ما كانت إنه ما عندوش طموح، بالعكس كان بيتعب جدا لكن بيبذل كل المجهود ده عشان يبقى نسخة ناجحة من حد تاني مش منه هو. وبعدين قال لي جملة يمكن عمري ما نسيتها. قال لي: أنا حاسس إن طول عمري كنت في سباق، بس نسيت أسأل نفسي هو السباق ده أصلا بتاعي ولا لأ. ساعتها افتكرت كام واحد قبل كده قابلته. واحدة مثلا قالت كانت كل يوم بتغير مجالها لأنها شافت حد تاني نجح في المجال اللي هي راحت له ده. واحد كان كل أسبوع يغير مشروع لأنه سمع إن المشروع التاني مكسبه أكتر من المشروع اللي هو ماشي فيه. ناس كانت بتقضي ساعات كبيرة قوي بتتابع نجاح غيرها، لكن لو سألتها إيه أكتر حاجة بتحبها، إيه الحاجة اللي نفسك تعملها وإنت مبسوط، فعلا ما بتعرفش تجاوب. واخطر حاجه اكتشفتها ان الانسان ممكن يعرف تفاصيل حياه الناس عمره ما قابلها قبل كده، اكتر ما بيعرف تفاصيل نفسه هو. يعرف مين نجح، مين خسر، مين سافر، مين اشترى، مين باع، مين اتجوز، مين طلق، مين بقى ترند، مين لما يجي يقف قدام نفسه في المرايه ويسال نفسه انا مين، يسكت وما يقدر يتكلم. واوقات كتير بنفكر المشكله اننا لسه ما وصلناش، لكن الحقيقه ان المشكله ممكن نكون احنا بنوصل للمكان الغلط وفي الوقت الغلط. أوقات بنفتكر إن الفشل هو أخطر حاجة ممكن تحصل، لكن الحقيقة إن أخطر حاجة ممكن تحصل إنك تنجح جدا في حياة حد مش شبهك أنت، وتكتشف بعد سنين كتير إنك كنت بتبني حلم مش حلمك، حلم حد تاني. ومن ناحية تانية شفت ناس كتير بدأت بإمكانيات بسيطة، لكن كان عندها ميزة واحدة فارقة عن كل الناس دي كلها، كانت عارفة نفسها. واحدة كانت بتحب التعليم ففضلت تتعلم وتعلم لحد ما بقت علامة في مجالها. واحد كان بيسمع وبيعرف يسمع الناس كويس فطور الموهبة دي وبقت هي دي شغله. واحدة كانت بتحب تساعد الناس من قلبها فبقت رسالتها في الحياة. ولا واحد فيهم كان مشغول يبقى شبه حد أو شبه مين، كان كل واحد فيهم مشغول يبقى أقرب نسخة من نفسه. وعشان كده يمكن أهم سؤال ممكن أسأله لنفسي مش إزاي أنجح ولا إزاي أبقى مشهور ولا إزاي أبقى ترند، يمكن أهم سؤال هو أنا مين؟ إيه بصمتي في الحياة؟ إيه الحاجات اللي ربنا خلقني عشان أعملها؟ ايه ربنا لما ما خلقناش على فكره ان احنا نسخ متكرره من بعض، لكن كل واحد فينا ليه حكايه مختلفه، ليه رساله مختلفه، ليه منطقه قوه مختلفه. لكن للاسف ناس كتير بتقضي عمرها وعمر طويل قوي من عمرها بتدور على مكان غير مكانها، بتقارن نفسها بناس وطريقتهم غير طريقتهم. فخليني اسيبك مع سؤال واحد قبل ما اطلع الفاصل. لو صحيت بكره الصبح ولقيت ان مفيش حد هيحكم عليك ولا يقارنك بحد ولا يشوف نجاحك، هتفضل عايز تجري في نفس الحياه اللي انت بتجري وراها النهارده؟ وبعد الفاصل هنكمل حكايتنا مع كوتش دعاء العدلي، بزنس كوتش وبراند منتور. هنعرف ازاي نكتشف منطقه القوه الحقيقيه بتاعتنا اللي جوانا احنا بس،
وازاي نبني بصمه ما حدش يقدر يقلدها، لان البراند الحقيقي مش انك بتبني من بره، البراند الحقيقي بيبدا من جواك انت، ولانك انت السبب وانت الحل، فالتغيير دايما بيبدا من جواك، في حكايه جواك. استنونا. مرحب بيكم بعد الفاصل، وخليني اسالك سؤال قبل ما ارحب بضيفه حلقه النهارده. هو انت فعلا عايز تنجح ولا عايز الناس تقول عليك انك ناجح؟ يمكن السؤالين فيهم شبه كبير من بعض، لكن ممكن اختلاف كبير قوي، الفرق الكبير ما بينهم قوي يغير حياة شخص كاملة. عشان كده يسعدني جدا يكون معايا ضيفة مميزة النهاردة، اشتغلت كتير قوي مع ناس في رحلة اكتشاف لنفسهم، بناء براند حقيقي. برحب بكوتش دعاء العدلي، بيزنس كوتش وبراندنج منتور. اهلا وسهلا بحضرتك في برنامج حكاية جواك. ويلا بينا نبدأ بأول سؤال. كوتش دعاء، بسألك سؤال مهم قوي يمكن يصدم ناس كتير. هو ممكن النجاح نفسه يكون مؤشر للفشل؟ وايه ممكن اللي يخلي الغلط يكون موجود في فكرة البراند في الأول، إن هو ده مش شبهي أو ده مش أنا؟ ويعني إيه براند؟ طيب، أولا شكرا جدا يا جرمين على إن أنا معاكي النهاردة، سعيدة جدا جدا بالحلقة دي، وإن شاء الله نضيف للناس كلام حلو كتير يا رب. أول حاجة، في ناس كتير بتنجح بس مش في الاتجاه الصح بتاعها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أصلا تعريف النجاح بيجي منين؟ هو كل واحد شايف النجاح بمنظور خاص بيه هو. فممكن أكون أنا بنجح علشان أهلي عايزيني أنجح، ممكن أكون محطوط في بيئة علاقات حواليا عايزين يشوفوني بصورة معينة. مبدأ لن أعيش في جلباب أبي، بس هم عايشين في جلباب أبيهم. الفكرة وما فيها إن تعريف النجاح لكل واحد من منظوره مختلف تماما. فممكن أكون ماشي في الاتجاه اللي مش شبهي، ويكون النجاح ده أصلا مجرد حاجة أنا شاطر فيها وبس، او ان انا برضي بيها حد، او انا برضي بيها والدتي، او برضي بيها والدي، او برضي بيها مراتي، او الايمج، يقولوا عليا ان انا ناجح، او يقولوا عليا ان انا في المجتمع اللي انا عايش جواه. وده بيفرق كتير من شخص لشخص. ما بيقعدش كتير، وبيجي وقت فجأة بيحس انه عنده بيرن اوت، وفجأة بيحس ايه ده، انا مش انا حواليا الدنيا كلها، الناس كلها بتسقف لي ان انا ناجح، بس انا مش حاسس بالنجاح. السباق مش بتاعي زي ما قلنا من شويه. بالظبط، هو مش سباق بتاعي، هو مش حاسس بنفسه، مش حاسس ان قيمه متماشيه مع النجاح اللي هو جواه. لان تاني احنا اول حاجه دايما بنتفق عليها ان لما بنيجي في رحله البراند او في رحله بناء البراند الشخصي، المهم ان الانسان يعرف نفسه اولا، يبدا من نفسه، يبدا من القيم اللي جواه، يبدا من شغفه، يبدا من الحاجه اللي هو شاطر فيها، من تعريفه الشخصي للنجاح. لان تاني النجاح في كل مرحله عمريه مختلف. هنلاقي نفسنا واحنا في المدرسه كان تعريف النجاح عادي، لما طلعنا الجامعه تعريف النجاح بدا يبقى انا عايز اجيب تقدير وعايز اكبر وعايز لما اخلص اشتغل شغلانه كويسه. تعريف النجاح لما بدات في اول سنين الشغل انا عايز احقق نفسي عشان احقق اترقى واعلى واكبر. فكل مرحله ليها تعريف نجاح بتاعها. والمهم ان انا ما اكونش ماشي مع الفريق، يكون ليا ماي اون فاليوز. انا اعرف منين بقى ان انا البراند ده بتاعي انا، مش انا ماشي ورا القطيع زي ما بيقولوا؟ اول خطوه في عالم بدايه البراند لاي شخص ان انا يبقى عندي وضوح ذاتي، عندي بوصله، عندي نيه، عندي خريطه براند شخصي ماشي عليها. تاني، الزحمه حوالينا بقت كتير قوي، السرعه بقى فيها سرعه رهيبه، السوشيال ميديا وهي من يعني احنا زماننا هو زمن السوشيال ميديا طبعا. وكل سنه عن سنه بيزيد المؤثرات في السوشيال ميديا، بيزيد شكل النجاح اللي بيصدروه لنا، بيزيد شكل المقارنات، النجاح اللي هم عايزيننا ان احنا نكون موجودين فيه. بالظبط، معايير اوقات كتير ما بتلاقيهاش شبهك، ما بتلاقيهاش حتى جزء من المعايير اللي بيجي لنا من بلاد تانية مش شبه بلدنا ولا شبه قيمنا ولا شبه عاداتنا. ففي حاجات احنا بننساق وراها علشان نبقى برضو، مش علشان احنا هو ده اللي احنا عايزينه. وتاني اول حاجه دايما بشوف ان تعريف النجاح، لو هنرجع للنقطه دي تاني، ان احنا نعرف النجاح، احنا كل مرحله من مراحل حياتنا لينا نسخه مختلفه. فاهم نسخه النسخه اللي احنا عليها النهارده، اللي انا بعرف نفسي بقيمي وبنقاط قوتي وبنسختي دي، انا عايز يكون عندي تقبل ليها من جوه قبل ما الناس تبقى قبلها من بره. طب اعرف منين نقاط قوتي اللي انا هبتدي ان انا اشتغل عليها؟ لان في ناس كتير على فكره لما بتيجي في الزحمه قوي
او ان هم عايزين يعملوا براند لنفسهم بس هم تايهين، فابتدوا ان هو يدوروا على نقاط ضعفهم عشان يقووها مش نقاط قوتهم عشان يمشوا فيها. اعرف منين مميزاتي خلينا ونقاط قوتي. متفقين على حاجه، هقول لك معلومه لطيفه جدا، ان احنا كلنا عندنا نقاط قوه مفعله وغير مفعله، مش نقاط ضعف زي ما احنا بيتصدر لنا. يعني الحمد لله ربنا خلقنا في احسن تقويم، في اجمل صوره. فكل اللي عندنا نقاط قوه مفعله، ودي اللي بنتحرك منها اكتر، ونقاط قوه مش مفعله لسه ما اكتشفناهاش ومحتاجين لما نفهمها نشتغل عليها، فهتقوى هي كمان. اعرفها ازاي بقى؟ في اكتر من اختبار. يعني علم النفس الايجابي في اختبار سهل قوي، اي حد هيخش يعمل سيرش على جوجل، اللي هو الفايا سترينث بروفايل. الفايا سترينث بروفايل بيرتب نقاط القوه من اكترهم مفعل عندي لاقلهم مش مفعل. 24 نقطه قوه، كلنا عندنا هذه نقاط القوه، وبتبدا تورينا احنا بنتحرك ازاي. دايما كنا بنقول ان القيم بتاعتنا، القيم الفطريه اللي هي ربنا فطرنا عليها، لو برضو دورنا في عالم القيم هنلاقي كل واحد عنده ترتيب قيم مختلف. ممكن احنا الاثنين عندنا نفس القيمه، بس كل واحد فينا مفعلها بطريقه مختلفه. يعني ممكن تكوني انت عندك قيمه الاسره وانا عندي قيمه الاسره، بس انت نظرتك للاسره بتاعتك غير نظرتي. القيمه هنا مفعله، او ترتيبي في الفاليو بتاعت الاسره مش زي ترتيب الناس اللي موجوده. ده اكيد. فلما ببقى عارفه الفاليوز بتاعتي، ولما ببقى عارفه نقاط قوتي، ببدا اتحرك بوعي اكتر بنفسي، وهي دي نقطه الوضوح. وعي. انا لازم اقف عند حته الوعي دي، لازم اكون دايما، دي الكلمه السحريه اللي الناس كلها لازم تاخد بالها منها. لازم اكون واعي بنقاطي قوتي وضعفي عشان ابتدي ان انا اشتغل. طول ما انا عماله بقول لا انا زي الفل، انا هتعلم ليه، انا اشوف نقاط قوتي ليه، انا نقاط قوتي دي تمام، او ان انا ما عنديش نقاط قوه، انا مش عارفه انا عايز ايه، فاقعد استنى بقى انا اشوف انا عايز ايه لغايه لما نقاط القوه بتاعتي اصلا تضعف. مهم جدا ان احنا نعرف ان كلمه الوعي هي المفتاح. مفتاح لايه؟ مفتاح لنفسي. لان دايما انا كلمه دايما بقولها طول الوقت، هي البدايه عندك انت. مفيش حد هيجي من بره يطبطب عليكي كده ويقول لك يلا بينا هعلمك يعني ايه وعي، وهكتشفك وهقول لك يلا اعملي مجهود عشان تبقي ناجحه. البدايه دايما من جوه الشخص. الشخص اللي عنده حافز انه ينجح، الشخص اللي عارف امكانيات نفسه، الشخص اللي حتى مش مكتشف نفسه وقرر انه ياخد خطوات انه يبقى واضح ومكتشف نفسه وعارف الدنيا دي موديه على فين. هو شايف نفسه عنده حاجات قوي فيها، بس هو مش عارف يبدأها ازاي. يمكن كمان هدفه بيخليه باصص ليه، او عنده وعي لنقاط قوته اكتر لما يكون عنده هدف، الهدف ده عايز اوصل له. عادة كتيرة جدا جدا الهدف بيبقى هو المحرك اللي بيخلي كل الحاجات تتفعل. عارفه بالظبط اللي مسافر رايح بلد، هو ماشي على الطريق رايح البلد دي، يعني طالعه من القاهره اسكندريه، انت ماشيه على طريق الصحراوي رايحه اسكندريه، هل هيعقل انت تروحي طريق بورسعيد؟ اكيد لا. اسكندريه اكيد لا. فاكيد رايحه في اتجاه ثابت. الاتجاه بيساعدنا على الوضوح، بيساعدنا على فهم نفسنا، ودايما بنقولها direction not speed، ان الاتجاه اهم من سرعتنا. لان اوقات احنا بنحرق بنزين على حاجات، لما بنقعد مع نفسنا بوعي بنكتشف انا ما كنتش عايزه ده متصدر لي من بره، ده انا شفت جيرمين عامله كذا فانا عجبتني فقررت اقلدها. بس دي مش انا، مش دعاء. تاني بشوفت حد من الناس الناجحه اللي على السوشيال ميديا، ايه ده الايمج دي عجباني، انا عايزه ابقى بنفس القوه دي، بس دي مش انا. انا كل ما الانسان كان شبه نفسه، والكلمه دي بالزبط. الناس بتستغربها. أيوة. هو انت محتاج تبقى شبه نفسك، مش تبقى شبه حد تاني خالص. في حاجات كتير حوالينا بتقول ان كل واحد فينا مميز، حتى بصمات الصوابع مفيش حد زي التاني. التوينز، التوأم اللي هم من نفس البطن، كل واحد ليهم بصمه، الايدنتيكال بالظبط، كل واحد ليه شكل وموضوع وحتى شخصيه، حتى لو هم شبه في بعض في حاجات، هم مش في كل حاجه شبه بعض. فاول بدايه عشان ابدا يبقى عندي وعي، اعرف نقاط قوتي، اعرف قيمي، واتحرك من خلال شغفي بقى. طيب حلو قوي. ده يوصلنا لفكره البيرسونال براندنج. يعني انا ليا بصمه، ليا نقاط قوه بلعب عليها، فانا عايزه تعريف مبسط كده، لان انا بسمعها كتير قوي، طبعا كلنا بنسمعها كتير قوي. انت عشان تبقى متميز فانت لازم تكون عندك البيرسونال براندنج بتاعتك، انت براند، انت لوحدك براند. فانا اعرف ازاي لو حد جه مثلا قال لك على فكره انا عايزه اعمل بيرسونال براندنج لشغلي مثلا، فانت هتقولي له ايه في نقاط محدده كده وهتسهليها عليها ازاي، خصوصا
ان انت عندك براند اصلا انت كنت شغاله عليه، اللي هي براند قهوتي تقريبا. أو قهوتك معي. بالظبط. انا عايزه اعرف بدايه البراندنج دي، لو احنا قلناها مثلا كخطوات، شغفك كان عامل ازاي؟ فانا لما ابتديت ان انا ابقى عندي شغف، فابتديت اعمل البراندنج بتاعي على ده بالظبط، خطواتي عامله ازاي لغايه لما فعلا بقى بيرسونال براند، بقى انا دعاء. دي اهم. طيب خلينا متفقين ان في اسئله كده بسيطه هم البيزك بتوع البيرسونال براندنج، اللي هم انت مين، بتقدم ايه، لمين، علشان يحقق ايه. هم يبانوا بساط جدا، بس حرفيا البرين ستورمينج بتاع الاربع اسئله دول ده مجهود ووقت. اصلا الناس كتير قوي مش عارفه اللي جواها ايه، هي مش عارفه هي عايزه ايه اصلا. ما هي لازم بقى كل واحده فيهم بنشتغل عليها على حده. انت مين؟ عرفي لي نفسك. عارفه سؤال الكوتشنج اللي بيقولك انت مش التايتل بتاعك، انت مش البوزيشن، انت مش الام، مش الزوجه، مش البنت. لو عندك دي تشيلي كل الحاجات دي كلها، كل عرفي ده، نفسك. قولي لي انت مين. انا انسانه هدفي كذا. اللي هو هدفي ده جاي بناء على ايه؟ بناء عن شغف، ولا بناء عن علم، ولا بناء عن فهمي لنفسي، ولا بناء عن وضوحي لنفسي، او كل ده؟ كل ده. بس ده مجهود. الناس بتتخيل انها زتونه. لا، هي مش زتونه، هي محتاجه رحله بناء العلامه التجاريه الشخصيه. هي رحله بتاخد وقت. قولي لنا الرحله بقى. بتاخد وقت، بتاخد ان انا اشتغل على الاربع حاجات دول، على الاربع اضلاع، اللي هو انت مين، بتقدم ايه، لمين، علشان يحققوا ايه. لان انا لما اعرف انا مين وبقدم ايه بوضوح، عندي نيش، اللي هي زي ما السوشيال ميديا بتقولها لك، عندك شغف معين وبتتكلمي عنه، عندك حاجه محدده بتبيعيها للناس، عندك منتج ثابت، عندك ايه اللي عندك ده، بتقدمي ايه وبتبروزيه علشان يفيد بمين؟ يفيد مين الايديال كاستمر بتاعك. يعني ايه الايديال كاستمر؟ هو احنا عندنا 130 مليون مواطن في مصر. هل انا ببيع لل 130 مليون؟ لا صح. طبعا انا بختار شريحه من ال 130 مليون، وبناء عليها بعرف بيتكلموا ازاي، بعرف ميولهم، بعرف افكارهم، بعرف محتاجين ايه، ادخل لهم ازاي بالمنتج بتاعي، بعرف هم فعلا المنتج ده بيخدمهم. الناس ما بتشتريش منتجات، الناس بتشتري حل لمشكله عندها. فمحتاجين نعرف ايه المشكله اللي عند عميلي اللي بمنتجي ده هحل له المشكله. وكمان لو انا عندي احل له المشكله دي، ما يبقاش فيه تشبع في السوق، عشان ما اكونش انا هضيف ايه، الاضافه اللي انا هضيفها، التاتش بتاعي، او الفاليو اللي انا هوصلها لعميلي. ليه يشتري من دعاء ما يشتريش من حد تاني؟ ليه يروح لجيرمين تحديدا ما يديش لدعاء؟ والتاني احنا في الكوتشنج برضو كل الافكار وكل التخصصات مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ده. بالزبط. طيب العميل بقى بتاعي هيحقق ايه لما بيع له المنتج ده؟ هو خلاص خد منتج ومشي، خلاص علاقتي بيه خلصت؟ ولا هو فعلا استفاد منه فبقى عندي عميل هابي كاستمر، وبقى عندي لويال كاستمر مع الوقت، عميل مستمر، ومش بس كده، هيجيب ناس اللي هي الورد اوف ماوس. يعني ايه وورد اوف ماوس؟ العميل ده هيروح يقول للناس دي دعاء افضل حد بيقدم كذا، دي جيرمين افضل مذيعه بتقدم، تابعوا البرنامج على فكره ده منتج. صح. كل الحاجات دي منتجات وبتبروزي نفسك جواها. فلما انا بعمل برين ستورمينج في الاربع اسئله، خطوه بخطوه بخطوه بخطوه، بصدق مع نفسي، بوضوح، من غير تاثير، ما حدش ياثر عليا. السوشيال ميديا بالذات، السوشيال ميديا بالذات ما تاثرش عليا. دايما بيقول لك كده، تخيلي نفسك قفلتي السوشيال ميديا لمده فتره من الزمن، جه زي فك احداث الكورونا لما النت وقع وما كانش فيه، احنا مش هنقفلها بالاجبار، احنا هنقفلها بالاختيار. لو انا قررت افصل عن السوشيال ميديا لمده من 3 ايام لاسبوع، ايه اللي هيحصل؟ هكتشف ايه؟ هكتشف ان في حاجات انا عندي ادمان على متابعتها، وده هابتس وعادات احنا كلنا مع الوقت دخلناها، بس احنا مش هنعرفها غير لما نبعد عنها. صح. نبدا نحلل نظريه المنع. دايما نظريه المنع، انا عايزه اعرف ايه مشكلتي، همنع كل حاجه لغايه لما اجيب المشكله. بالظبط. وفي الاكل وفي الشرب وفي كل حياتنا، انت واستاذي بالظبط كده. هبدا هنا احلل، هو انا فعلا اللي انا حتى بكتبه بقدمه من نفسي، هو انا بقلد الناس ولا انا ليا هويتي؟ هو انا بقدم حاجه فعلا الناس هتتابع دعاء تحديدا علشان هي بتقدم حاجه بلغه معينه، بالفاليوز بتاعتها هي، بقيمتها هي، حاجه شبهي. زي ما احنا نرجع تاني لكلمه شبهي، مش شبه حد تاني. مهم جدا. لان هنا احنا لو بدانا نحلل الاسبوع اللي بعدنا فيه عن السوشيال ميديا، احنا هنكتشف ان احنا كنا في سباق مش بتاعنا.
ان احنا في سباق مش بتاعنا، ان احنا في حاجات اتبرمجنا أثر عليها غلط. علينا بالظبط. هي اتبرمجنا، مش اتأثر، مش تأثير عادي، لا هي برمجة. ومحتاجين دايما ان احنا يبقى عندنا نقطة وعي نرجع لها، واسأل نفسي هو اللي انا بعمله ده نابع مني انا، ولا تحت تأثير من تأثير حد. الدنيا اللي حواليا، وتحت تأثير الناس اللي انا بتابعها. في السايكولوجي في العموم يقولك انت بتتابع مين، انت مع الوقت هتاخد من اللي انت بتتابعه. فنختار اللي احنا بنتابعهم بعناية. بتاعتنا احنا نتابع اللي هيفيدنا، مش بنتابع لمجرد المتابعه. مش مجرد متابعه. دايما كل واحد فينا عنده ايديال كده، ايكون موجود على السوشيال ميديا، هو بيشوف نفسه في البيزنس بتاعه. يعني حد سبقك ب10 خطوات، فانت النهارده بتقدمي منتج او بتقدمي حاجه حد عامله زي شبهي، مش هقول انا لان انا شكل وهو شكل وطريقه، بس بيعجبني طريقه تقديمه، بيعجبني طريقه كلامه، بيعجبني ازاي بيوصل ده للعميل بتاعه. لما بتابعه مع الوقت انا غصب عني هقلب زيه. صح. مش هقلب زي كوبي بيست، احنا هنا مش بنقول كده، حط التاتش بتاعي، بس في تاتش، بس كل واحد طبعا بهويته بقيمه بستايله هو. ولكن انا لما ببعد بكتشف ان في حاجات بسيطه ايه ده انا خدتها وانا مش واخد بالي. فلما ارجع تاني للهوية بتاعتي وابدا احلل نفسي واحلل خطواتي وارجع لنقاط قوتي لقيمي لشغفي، هيبقى معايا نوع من انواع كمان. بالترتيب هيبقى معايا نوع من انواع البوصله. انا رايح فين، طريقي، الديستنيشن، انا عندي هدف. ودايما الواحد بيقول ايه، مش مهم السرعه قد ما مهم انا ماشي صح ولا مش ماشي صح، بتاعتي مظبوطه، اتجاهي مظبوط ولا لا، اتجاهي مظبوط ولا لا. لان انت لو عندك حلم وعرفت نفسك وبدأت تشتغل عليه هتوصل. ممكن توصله في سنة، ممكن توصله في 2، ممكن توصله في 10، بس ثقة. خليني الحتة دي معلش قبل ما نعديها. طبعا يلا. أنا أوصله الكلام ده كله. في ناس كتير الفترة دي عايزة تبقى مشهورين، عايزة أوصل بسرعة. طيب إيه الفرق إن أنا أوصل وأبقى مشهور وإن أنا أبقى مؤثر في الحاجة اللي أنا داخل أعملها؟ فرق كبير جدا ما بين الشهرة والتأثير. وفرق اكتر ان المؤثرين هو حد ساب قيمه في الناس اللي بيتابعوه، عارفه فلان بالاسم وربطتيه في ذهنك انه بيقدم القيمه الفلانيه. انما للاسف السوشيال ميديا بقت مليانه مشاهير، بمجرد ما بتقفلي اللي هم بيعملوه او شفتي اي حاجه ليهم هتفتكريهم، هتنسي هم بيقولوا ليه؟ لان هم مش بيقدموا قيمه، هم بيعملوا مجهود بس مش في قيمه، شهره سريعه بتنزل بسرعه. بالظبط. وتاني الناس اللي بتمشي ورا الترند، الناس اللي بتمشي ورا دي حاجه فلان عملها فنجحت اجرب، ده مش حاجه ثابته. الثابت دايما بيبقى ليه روتس، زي بالظبط الشجره بيبقى ليها جذور وبتكبر وبتنمو. من غير جذور مش هيبقى موجوده، من غير جذور هتطير، اي حبه هواء هيطيرها. فهنا فرق ما بين الشهره والتاثير كبير. واوقات التاثير انت ممكن تاثر في واحد بس تفرق في حياته بجد، ويفضل بعد سنين يجي يقولك على فكره انت في القعده الفلانيه في السيشن الفلانيه انا افتكرت لك كذا، افتكرت انت قلت كذا 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 ونورت معايا. جيرمين قالت لي 1 2 3. غير لو جيرمين تعملها فنفنه او مجرد انها عايزه تطلع ترند او تاخد شهره هتتنسي بسرعه. وبدليل ان في ترندات كتير عدت علينا احنا مش فاكرينها اصلا. انما الناس المؤثره بندور عليهم، ولما بيختفوا من على الساحه شويه بنشوف ايه ده هو بقاله كتير موجود. ما شفتوش ليه، ايه ده هو فين. احنا حتى انت بتدوري على تاثيره عليكي. حلو قوي. تعالي ناخد من الجمله دي بقى ننهي اللقاء اللي كان سريع جدا على فكره. يعني خليك مؤثر اكتر ما انك تكون حابب انك تكون مشهور، صح كده؟ صح جدا. وكلمه هقولها لك سريعه جدا جدا، ان كل مؤثر مشهور انما مش كل مشهور مؤثر. فدي لازم نحط في عينينا ان احنا نكون مؤثرين ومشهورين بتاثيرنا على الناس وبالقيمه اللي بنقدمها. بصي هي الحلقه خلصت بسرعه قوي قوي. بشكر جدا 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 كوتش دعاء، واكيد هيكون لينا لقاءات كتير قوي الفتره اللي جايه نعرف بيها اكتر عن البيرسونال براندنج وعن البراند بتاعك انت قهوتك معانا، وهنستناكي كتير. برحب بيكي جدا جدا، كنت مبسوطه قوي انك كنت موجوده النهارده. وانا جدا، الحلقه معاكي خطيره والوقت جري بسرعه جدا. تسلمي لي يا رب. قبل ما نختم الحلقه بقى هسيبك مع 5 اسئله وما تجاوبش عليهم دلوقتي. بعيد عن راي الناس، مين انت؟ ايه الحاجات اللي انت بتحب تعملها وانت مبسوط؟ مش عشان الناس بتحبها،
ولو اختفت كل المقارنات هتفضل عايز نفس الحياة اللي انت بتجري وراها دي؟ ايه الحاجة اللي انت بتجري وراها بقالك سنين ومرة واحدة وقفت وقلت دي مش حلمي، انا مش عايزها؟ ولو بدأت من جديد هتختار النهاردة نفس الطريق اللي انت كنت ماشي فيه؟ سيب الأسئلة دي معاك النهاردة، يمكن طول الحلقة كنا بندور على إجابات، لكن الأهم إجابة هتكون هتسمعها لما تسأل نفسك سؤال مهم وتجرؤ إن أنت تسأله فعلا: أنا مين؟ ولأنك أنت السبب وأنت الحل، فالنجاح دايما، نجاح الحقيقي دايما بيبدأ من جواك. وده كان برنامج حكاية جواك مع دكتور جاسمين حافظ، واستنونا الأسبوع الجاي في نفس الميعاد مع حكاية جواك، يمكن تكون حكايتك أنت المرة الجاية. استنوا.